واو واو واو. واو واو واو. وعشان ما تبقاش زي اخينا مهبط ومسقط في التمرين وبتزق التمرينه بالعافيه، تعالى اقول لك النهارده على 7 خطوات تعملهم هيخلوا التمرينه معاك تمام التمام. اول حاجه، ودي يمكن تكون بديهيه بالنسبه لناس كتير بس في ناس كتير ما تعرفهاش، هي تغذيه سليمه. مش معنى انك نازل تتمرن انك تاكل وخلاص، تاكل اللي في البيت وشكرا. كده كده هتاكل من اكل البيت بس يكون اكل صحي معمول بطرق صحيه، عشان من الاخر العك في الاكل والجنك فود هيبهدل لك جسمك من جوه، وما دام جسمك من جوه متدمر اعرف ان انت طاقتك في الارض. رقم 2، تشرب ميه بشكل كويس سواء في التمرين او بره التمرين. في ناس كتير لما اقول لها لازم تشرب ميه كويس تقول لك خلاص قشطه انا بعرق في التمرين فانا هشرب ازازه كبيره في التمرين. طب وبعدين هتلاقي يومه كامل بيشرب كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، انت كده بتعك الدنيا. فلازم جسمك يحصل له هايدريشن او يترطب، تشرب ميه كويس من الاخر جوه وبره التمرين. رقم 3، وجبه قبل التمرين دي ليها قواعد شويه. اولا ما تكونش تقيله قوي، يعني ما تكونش بتدبها اكله كبيره وتنزل تتمرن على طول، ساعتها انت مش هيبقى فيك طاقه. مش معنى انك اكلت كويس قوي زياده عن اللزوم هيكون فيك طاقه، لا انت هتهبط. بس في نفس الوقت تكون اكل، يعني تكون اكل وجبه محترمه، تستنى ساعتين مثلا وتاخد سناك. السناك ده فيه كربوهيدرات سيمبل زي موزه مثلا، واي حاجه فيها بروتين، سكوب بروتين. الاثنين دول مع بعض هيدوك تمرينه دمار. بس خد بالك مش هي دي الوجبه اللي قبل التمرين، دي تعتبر سناك. وجبه قبل التمرين وجبه محترمه فيها كومبلكس كارب، بطاطس او شوفان او رز معاها نسبه بروتين برده محترمه ونسبه دهون صحيه محترمه، دي الوجبه. بس ما تكونش قبل التمرين على طول، لازم تدي براح لجسمك يهضمها ويكسرها من الاخر عشان يديك طاقه في التمرين. لكن انت لما تاكلها من هنا جسمك هيبدا يكسرها وانت في التمرين اصلا. كده عملت ايه يا معلم؟ رقم 4، راحه ونوم كافيين بس بكفاءه عاليه. يعني ايه كفاءه عاليه؟ ان انا عايزك ولازم وحتما ولابد تخش في حاجه اسمها الديب سليب. والديب سليب دي اخر تلت ساعه في كل سايكل نوم. تعال اشرح لك من الاخر. النوم ده قصته كبيره قوي ومحتاج فيديو لوحده، بس تعال اقول لك الخلاصه ان نومك متقسم لسايكلز، متقسم لدورات، كل دوره بتبقى ساعه ونص. اخر تلت ساعه في الساعه ونص دول اهم حاجه في نومك كله. دي المرحله اللي انت بتفرز فيها الجي اتش، ودي المرحله اللي بتخش فيها في الديب سليب، اللي انت النوم العميق اللي عقلك فعلا بيرتاح فيه. ده اللي انا عايزك توصل له، ومش هتوصل له غير ان انت تبعد عن اي مشتتات طول اليوم، وبعد عن اي انوار وصوت وانت نايم حتى لو ده نور بسيط، وبلاش اوفر سينكينج قبل النوم. انا عارف انت حاجه مش بايدك، بس لو عايز حل خش سريرك وانت مقتول نوم، وانت مطحون شغل او مطحون مذاكره، مطحون في الشارع، انت دخلت سريرك وانت خلاص مش شايف قدامك انا عايز انام. لكن انت تخش وانت اصلا فايق، فيا تمسك تليفونك يا تفكر. في الحالتين دول انسى انك تنام نوم كفء، نوم بكفاءه عاليه. ومن غير النوم الكويس انت عمرك ما هتأدي في تمرينك بشكل كويس. كده احنا خلصنا اي حاجه في حياتك. كانوا الاربع نقط اللي فاتوا. الثلاث نقط الجايين هيبقوا جوه التمرين، جوه تمرينك تعمل ايه عشان ما تهبطش في التمرين. رقم 5، دايناميك ستريتشز. لازم تسخن كويس قبل تمرينك، ومش بس عشان الاصابات، يعني مش عشان ما تتصابش فلازم تسخن، ده كده كده. لكن انت اداء تمرينك ومفاصلك هتعرف تتمرن احسن وبفاعليه اكبر لو سخنت تسخين دايناميك. يعني انت بتسخن بحركه. رقم 6، انك تزود تدريجي. طبعا ده بغض النظر عن التوب ست، في حاجه اسمها زياده تدريجيه. يعني انت مثلا النهارده عندك بوش، سخنت كتفك، سخنت التراي باوزان خفيفه، سخنت الروتر كف، تمام. هتخش على ال 50 كيلو على طول؟ ده ضحك. انت مطلوب منك مجموعتين بال 50 كيلو في البنش بريس، لكن انت قبلها تخش مجموعه او مجموعتين تسخين. لازم تهيئ جسمك انك داخل على 50، لكن تخش مره واحده على 50 بغض النظر برضو انك ممكن تتصاب، لكن جسمك وعقلك لسه ما تهيئوش ان انت تخش على الوزن العالي ده. فالتوب ست حاجه، والزياده التدريجيه في الاوزان حاجه ثانيه. خش واحده واحده واعتبرها مجموعات تسخين، بعد كده خش على التوب ست بتاعتك. رقم 7 والاخيره وتعتبر من وجهه نظري الاهم، هي الراحه بين التمارين. يعني ما تريحليش 30 ثانيه و15 ثانيه و20 ثانيه والكلام ده، لازم تاخد راحتك بكفاءه كويسه. يعني من الاخر ما تخشش مجموعتك الجايه وانت لسه بتنهج، ده خبط لزق رول. ما تخشش المجموعه الجايه وانت لسه بتنهج من المجموعه اللي فاتت. بس كده، دول كانوا 7 خطوات، طبقهم السبعه ما تفوتش واحده وهتلاقي نتيجه ممتازه في تمرينك. ولو استفدت وبتحبني زي ما انا بحبك، سبسكرايب بقى ولايك وتشغل الجرس الكلام الجميل ده.